السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا يوميات عادل وسعدية. النهاردة هنعمل مسقعة بلحمة مفرومة. أنا اللي بعلق على الحلقة دي، لكن الزوجة المغربية هي اللي بتعمل المسقعة بلحمة مفرومة. دي الصينية بعد ما طلعت من الفرن. إن شاء الله هوريها لكم بالمقادير وطريقة الاستعمال وطريقة التقديم. هنقول لكم على المقادير حالا، خليكم معانا. طبعا كلنا عارفينها، بس قلنا نغير أكل النهاردة. ماشي، يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، واللي ما فعلوا الجرس اللي ما اشتركش. حاضر، حضرنا. أقول لكم حالا على المقادير. في هنا بتنجان مقلي، ده أساسي. بتنجان هنا قطعناه، جبنا بتنجان قطعناها وعليناها تبقى جاهزة. وعندنا لحمة مفرومة عصجناها، وفي بطاطس تقطع شرايح، قشرنا قطعناها شرايح، وبصلة كبيرة تقطع شرايح بردك، مع صلصة طماطم، غير التوابل والملح طبعا. ده طاجن ازاز جميل جدا، بيبقى معمول فيه اي حاجة، بشاميل، طواجن. ده بتنجان مقلي ومعانا بطاطس. ده بتنجان مقلي اهو زي ما شايفينه، قليناه، يعتبر نص قليه او تلات ارباع قليه يعني، حمرنوش اوي. اهو دي صلصة معمولة جاهزة، طماطم، صلصة طماطم، لحمة مفرومة معصجة كلنا عارفينها. لحمة مفرومة معصجة حوالي ربع كيلو يعني. اه، في فلفل رومي بتقطع، بصل شرايح، يعني تبقى تشكيلة خضروات كده جميلة. دي الصلصة. هنحط شوية صلصة في الأول في الطاجن من تحت معاه. نبدأ نرص البصل شرايح في الأرضية. نحط شرايح البطاطس والبصل شرايح برضك. كنا رصينهم كلهم رصة متساوية. بطاطس المتقطعة الشرايح دي اهي. بعد كده رص البتنجان. حطينا شوية فلفل رومي متقطع شرايح برضك على حلقان.
فين مرصوصين رص حلو جنب بعضيهم. يعني ندوس عليهم عشان ميبقوش هايشين. نحط بقى اللحم، صلصة طماطم تاني طبعا، صلصة طماطم عشان كله يبقى متسبكة دي يا جماعة. صلصة طماطم دي متسبكة يعني ايه، تلات ارباع تسبيكة كده. نحط بقى اللحمة المفرومة نفردها. دي يعتبر دي طبقة الأولانية. هنعمل طبقة تانية بردك من البتنجان والبطاطس والفلفل مع بعضيهم، هيتحطوا كطبقة تاني. يعني دول بينهم طبقتين وبينهم اللحمة المفرومة المعصجة. يا جماعة لما بتتعمل بتبقى جميلة جدا بقى صراحة، تدي طعم رائع. أو صلصة طماطم تاني بين كل طبقة وطبقة عشان كله يشرب من صلصة الطماطم نفسها. ماشي. طيب هنبدأ نرص بصل تاني في النص كده، ونحط براك الملح والتوابل في الآخر. طبقة رص الطماطم، في بصل شرايح. نرص بطاطس تاني، طبقة تاني من البطاطس. مم. نحط بقى البتنجان تاني على الوش. مم. مسكت البتنجان. بس يا جماعة ما يكون مظبوطة في بعضها، كله بيستوي متجانس مع بعضه. حط شرايح فلفل، فلفل رومي. اللي عايز يحط قرن فلفل حراق ممكن. حط بقية صلصة طماطم على الوش. هنحط طماطم تاني. كل ده طبعا بيستوي نحطه في أرضية فرن شوية وبعدين نرجع نحمر الوش. يعني جرب كده مع المشتركش في القناة اشترك ودوس زر الجرس عشان يجيله كل جديد. خلي بالكم يا جماعة، زوجتي المغربية دي يعني آه، بتعمل حاجات مغربي جميلة، لكن الحاجات المصري بتتعلمها شوية بشوية من هنا. هي متعلماها كده فطلعها جميلة جدا. أنا لما أكلت منها النهاردة اضطريت إن أنا أعلق بقى على إيه، عشان لو اتكلمت بلهجتكم باللهجة بتاعتهم مش هتفهموها أوي. فاضطريت أنا يعني إيه أتكلم باللهجة بتاعت المصريين. شرايح طماطم كده على الوش جميلة.
كده ندخلها جوه الفرن.